أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا أعزائي مشاهدينا الكرام مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو. هذا اليوم السبت 15 مارس 2025 15 رمضان 1440. هنا هذا اليوم لن يلعب ريال مدريد في هذا الملعب، ملعب سانتياغو برنابيو. سيلعب خارج الديار فيلاريال على الساعة 6:30 بتوقيت إسبانيا. كما تعلمون الأشغال ما زالت متواصلة على هذا الملعب العملاق. يقومون الآن بتثبيت عازل الصوت حتى لا يخرج ضجيج المغنيين إلى خارج ملعب سانتياغو برنابيو ويزعج الجيران. تكلفة هذه العازل تزيد عن 10 ملايين أورو، تكلفة ضخمة جدا ستنقص من ميزانية ريال مدريد الذي هو أغنى فريق في العالم. كما تعلمون بيريز لم يقم بأي انتداب في هذه الموسم الأخير أو في موسم الانتقالات الشتوية، ذلك راجع لأن أخذ قروض عدة من أبناك هنا في إسبانيا يتم الآن وخسرهم على تجديد أو تطوير ملعب سانتياغو برنابيو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، مزيد من اللايك لنتمكن من جمع 4000 ساعة حتى يتمكن اليوتيوب من الربح من اليوتيوب. يجب علي أن أصل إلى 4000 ساعة. حتى الآن ما زلت لم أصل بعد إلى 3000 ساعة. كما تعلمون المشاهدات منخفضة والكل يرى مقطع ويغادر القناة. عندما سأتمكن من الربح من اليوتيوب سأقوم إن شاء الله بالدخول إلى هذا الملعب الكبير. سعر التذكرة إلى دخول متحف أو تور برنابيو تناهز عن 30 أورو أو 30 دولار، مع إمكانية أخذ الصور للاعبينك المفضلين تزيد عن 19 أورو أو 19 دولارا أمريكيا. كما تعلمون كل عام عندما وصلت هنا إلى إسبانيا كان الدخول إلى البرنابيو أقل من 10 أورو أو 10 دولار. تضاعف المبلغ إلى أزيد من 3 مرات، والمشكلة تكمن أن أجر العامل بقي كما كان. الأسعار ارتفعت بكثرة جنوني على جميع الفئات، لكن الأجور العمال بقت في مكانها كأن شيئا لم يقع. زائد هنا الأجور الكراء للمنازل أو البيوت ارتفعت سعر جنوني مضروب في 10 مرات، فكانت مثلا ب100 أورو الآن وصلت إلى أزيد من 1000 أورو. نعم، الأجور أو الأجر الإسكان ارتفعت بشكل جنوني، وذلك سببه تواجد 100 مليون سائح هنا في إسبانيا يأتون للمرتبة الأولى. يحتل هذا الملعب من حيث الزيارات المتوافدين على
إسبانيا أكثر من 70% يقومون بزيارة هذا الملعب العملاق، ملعب سانتياغو برنابيو. لكم أن تنظروا ما هي الأرباح التي يجنيها فريق ريال مدريد من هذه الزيارة إلى متحفه لمشاهدة كؤوس التي فاز بها في تاريخه العظيم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو والاشتراك مع أصدقائكم الرياليين. بعد انتهاء من تصوير هذا الفيديو سأقوم ببث مباشر على القناة لجذب قليل من مشتركي أغلبهم لا يتكلمون اللغة العربية واضطروا إلى التكلم باللغة الإسبانية أو الإنجليزية. كما تعلمون أن مشاهدين العرب على ما أعتقد أن لديهم صبيب الإنترنت ضعيف جدا، ولا يأتون إلى اليوتيوب، فقط يشاهدون الفيسبوك والتيك توك. ها هو ملعب سانتياغو برنابيو كما تلاحظون، ملعب عملاق جدا. عند انتهاء المقابلة اليوم سيقومون اللاعبون بمغادرة أنديتهم للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية لمشاركة في إقصائيات المنتخبات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. دمتم في رعاية الله وكل عام وأنتم بخير. من هنا من ملعب سانتياغو برنابيو تحياتي إلى المشتركين الكرام ومشاهدين الكرام بالصحة والعافية وطول العمر. أنا مراسلكم من قلب عاصمة إسبانيا مدريد. تحياتي لكم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أريد مشاهدة اللايكات وننتظر كومنتاريات إذا أردتم شيئا من تصوير أجواء أو جنبات ملعبي